السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك 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 للأهلي. حلقة للتاريخ، حلقة بتكشف عظمة الأهلي، حلقة هي الأقوى والأهم في آخر 10 سنين. ومع إن أكتر خبر يهم الناس النهاردة ويضحكهم إن جوميز طفش من الزمالك وعطاهم أكبر قفا، لكن ببدأ بأخبار الأهلي اللي بتكشف عظمة الأهلي. معجزة، طبعا معجزة، معجزة رياضية غير مسبوقة في التاريخ. الأهلي بطل مصر وبطل إفريقيا بيكسب برايا البرازيلي في عقر داره في البرازيل في افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة. معجزة حقيقية. البرازيل من فضل الله هي من أبطال العالم، وكسبت بطولة العالم للأندية أكتر من مرة، وكسبت بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال أكتر من مرة. الأهلي بيكسب بطلها في عقر داره في البرازيل. أول فوز في تاريخ النادي الأهلي في بطولة العالم للكرة الطائرة. اشتركنا 3 مرات قبل كده، ما كسبناش ولا مرة. دي أول مرة الأهلي يفوز بمباراة في بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال. وفين؟ في البرازيل، على بطل البرازيل. وكام؟ 3-1. يعني ايه 3-1؟ يعني 3-1 يعني الأهلي بياخد ال3 نقط بتاع المباراة وبرايا بياخد 0، بينما اللي بيكسب 3-2 بيكسب ياخد نقطتين بس، والخسران بياخد نقطة. احنا كسبنا 3-1. أول فوز لفريق مصري في التاريخ، أول فوز لفريق إفريقي في التاريخ على فريق برازيلي في الكرة الطائرة. الله 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 يا أهلي، الله يا أهلي يا عظيم. اسأل نفسك، مش لازم تكون أهلاوي عشان تسأل. اسأل نفسك، سواء أهلاوي أو زملكاوي أو اسماعيلاوي أو أي نادي. اسأل نفسك لو أنت مش بتحب الكورة. اسأل نفسك سؤال: هل في مصر في مؤسسة سواء اقتصادية، علمية، صناعية، زراعية، طبية، قانونية، تعليمية، أي مؤسسة بتحقق النجاحات اللي بيحققها الأهلي رياضيا؟ الله أكبر. احنا النادي الوحيد في العالم، في العالم، مش في مصر ولا إفريقيا ولا الشرق، في العالم، اللي كسب مباراة على الأقل في كل بطولات العالم للأندية للألعاب المختلفة: كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة وكرة يد. احنا النادي الوحيد في العالم النهاردة اللي كسب آخر مباراة عالمية ليه. احنا آخر مباراة لينا في كأس العالم لكرة القدم كان ضد مين؟ كان ضد العين الإماراتي في القاهرة، والأهلي كسب 3-0، ومن فضل الله كسب كاس ال3 قارات. آخر مباراة لينا في كأس العالم لكرة اليد كانت ضد مين؟ كانت ضد برشلونة الأسباني على المركز الثالث، وخدنا المركز الثالث وكسبنا برشلونة وخدنا البرونزيات، وكنا أول فريق في إفريقيا من فضل الله يكسب نادي أوروبي في كرة اليد، وأول فريق من بره أوروبا يكسب برشلونة في كرة اليد. وادي امبارح الكرة الطائرة، أول ماتش لينا في بطولة العالم مع برايا البرازيلي في البرازيل وكسبناه. كسبنا العين الإماراتي كرة قدم، برشلونة الأسباني كرة يد، برايا البرازيلي كرة طائرة. الله أكبر، الله أكبر يا أهلي، الله أكبر يا عظيم، الله أكبر. يا ترى في نادي في العالم يقدر يعمل اللي الأهلي بيعمله؟ يا ترى في نادي في العالم زي النادي الأهلي؟ يا مصر افخري بالأهلي، فخورة بالأهلي يا مصر. يا عرب الأهلي مصدر فخر ليكم، يا إفريقيا الأهلي مصدر فخر ليكم. الحمد لله. امبارح في الكرة الطائرة الأهلي وبرايا البرازيلي، أول شوط الأهلي 25-23، تاني شوط برايا اللي كسبه 25-23. لاحظوا القوة، لاحظوا القوة. تالت شوط الأهلي كسبه بفارق 25-21. رابع شوط الشوط الحاسم وصلنا 25-25. الإرسال مع فريق برايا
خلي بالك، اللي معاه الارسال في الكرة الطائرة هو الطرف الاضعف، ما هوش الطرف الاقوى، لا، اللي معاه الارسال هو الطرف الاضعف، لانه لما بيلعب الارسال الطرف الثاني بيبقى عنده فرصة ينفذ ضربة ساحقة. فالارسال عندهم صاروخ من رقم 8، لكن الله اكبر الله اكبر على الاهلي ما شاء الله. عبد الرحمن الحسيني استقبل صح، استقبل بطريقة رائعة، استقبل صح، وعطى الكرة لحسام يوسف صانع الألعاب عنده. حسام يوسف ما اجتهدش كتير في الكرة دي، حسام يوسف بعبقرية بقى، يعني الحسيني رد الكرة الفيرست، أول لمسة في الأهلي دايما أول الكرة الفيرست بول بتبقى صعبة، ما شاء الله الحسيني استقبلها كأجمل ما يكون، وعطاها لحسام يوسف صانع الالعاب ونجم المباراه الاول الحقيقه الدكتور حسام يوسف، عطاها له من اجمل ما يكون. حسام بقمه الابداع طلع الحسيني على الشبكه، وطلع عصران على الشبكه، وعطاها ورا لاحمد صلاح. طلع خلى البلوك بتاع فريق برايه مشغول مع عصران ومشغول مع الحسيني، وطلع صلاح من ورا من الخط الخلفي، يشوط من الخط الخلفي، يعمل سبايك من الخط الخلفي، ضربة ساحقة من الخط الخلفي. فلما ما طلعلوش غير بلوك واحد بس، صلاح بكل قوة عطاها جنب البلوك، بعيد عن ايد البلوك نص متر على الاقل، ناحية نمرة 8 اللي لسه لاعب الارسال، لسه رايح الكرة جابت في صدره ونزلته ورا. 26-25 للاهلي. بس الاهلي بقى مع الارسال، وزي ما قلت لكم اللي مع الارسال الطرف الاضعف. الارسال اتعمل زي الفل من الاهلي، راحت للفريق البرازيلي، الفريق البرازيلي اتعمل على الشبكه، طالع يعمل ضربه ساحقه، البلوك بتاع الاهلي طلع، لقى البلوك بتاع الاهلي قافل، البلوك بتاع الاهلي قافل، يعمل ايه؟ شاط من فوق البلوك، شاط من فوق البلوك بره، شاط من فوق البلوك بره. الماتش فين؟ في البرازيل. الحكام تباطؤوا، خلاص الاهلي كسب الماتش 27-25. قال لك استنى نرجع للفار، يمكن تكون جوه. رجعوا للعبه بره بحوالي 40 سنتي، قال لك يمكن يكون في لمسه يد صوابع على الشبكه في البلوك. رجعوا ما لقوش ولا لمسه، الكره فوق الصوابع بكتير. فبعد دقيقه كامله من نهايه المباراه اعلنوا فوز الاهلي 27-25. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لابطال الاهلي، شكرا لفرناندو مونزو المدير الفني الاسباني الرائع اللي كسبنا المباراه دي. شكرا للثنائي عبد الرحمن الحسيني ومحمد عصران، ده 16 نقطة وده 16 نقطة، ده 13 ضربة ساحقة وده 13 ضربة ساحقة، ده 2 إرسال مباشر بنقطة وده 2 إرسال مباشر نقطة، ده عنده بلوك وده عنده بلوك زي بعض بالظبط. الحسيني وعصران. أحمد صلاح عنده 14 نقطة ما شاء الله، منهم 12 ضربة ساحقة. إنما نجم البلوك حسام يوسف البلاي ميكر، هو نجم البلوك ما شاء الله ما شاء الله، عامل 3 بلوك في الماتش، وما شاء الله هو ما شاء الله حسام يوسف هو اعلى فاعليه في النادي الاهلي، 30% فاعليه، حاجه تفرح. معجزه الاهلي ما شاء الله جديده جديده جديده، حاجه والله تخليك فخور انك مصري، فخور انك اهلاوي، فخور ان بلدك فيها العمالقه دول. فريق ما فيهوش غير يوندر جارسيا اللاعب المحترف بيلعب في مركز الليبرو، انما ملوش اي نقطه امبارح، ولا جاب نقطه ارسال ولا جاب نقطه بلوك ولا جاب نقطه ضربه ساحقه، مجرد ليبرو بيلم ورا زمايله. مش هو السته اللي اثروا قوي 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 في اداء الاهلي وكانوا ممتازين، عبد الرحمن الحسيني ومحمد عصران واحمد صلاح وحسام يوسف وعبد الحليم عبو، ومعاهم كمان حماده عثمان ما شاء الله ما شاء الله، بلوك على الشبكه من اجمل ما يكون. تخيلوا بقى معجزه الاهلي ده. الاهلي هيلعب مع مين النهارده؟ الساعه 3 العصر، مفيش راحه. الماتش الثاني كان بالليل 10 ليلا امس، يعني ما يلحقوش حتى ياخدوا 30 ساعه 20 ساعه راحه. لا، الماتش النهارده الساعه 3 مع بطل اسيا، مع الايراني شيرجان فولاد اللي عمل معجزه اخر. تخيلوا فولاد كسب بطل ايطاليا، وايطاليا هي من اكثر الانديه فوزا ببطوله العالم. كوتشيني لوبي الايطالي خسر من فولاد 3-2، ماتش كان جبار برضه.
كده فولاذ اللي هيلعب ضد النادي الاهلي عمل اول فوز في تاريخه واول فوز في تاريخ ايران في بطوله العالم. اخر شوط 16-14 بس. كده فولاذ خد نقطتين بس، لان اللي بيكسب 3-2 بياخد نقطتين بس. ولوبي اللي خسر خد نقطه. الاهلي الاول 3 نقط، فولاذ الثاني نقطتين، لوبي الثالث نقطه واحده، وبرايا الرابع نقطه بدون نقط. والنهارده الساعه 3 كلنا ان شاء الله، كلنا ان شاء الله عينينا على البرازيل، ومصر بتلاعب البرازيل، مصر بتلاعب ايران، الاهلي بيلاعب فولاذ في البرازيل. مش بس اول فوز واول معجزه، لا ده بناتنا بتاعت كره السله كمان معجزه. فريق سيدات مصري بيكسب فريق سيدات سنغالي في السنغال، عمرها ما حصلت. الاهلي بيكتب التاريخ في كل حاجه، رجال سيدات طايره سله قدم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. امبارح فريق سيدات الاهلي فاز في السنغال في دكار العاصمه السنغاليه. ما شاء الله ما شاء الله على بطل السنغال فيلدو دكار. كام؟ 61-41، 20 نقطه فرق. الله. وتصدرنا المجموعة بفارق كبير، 3 انتصارات من 3 ماتشات ب6 نقط بتفوق كاسح. مفيش ماتش كسبناه بأقل من 20 نقطة. ما شاء الله. الأهلي النهاردة بقى هو المرشح الأول للفوز بالبطولة قبل ما نلعب المباريات التالية. الأداء امبارح الدفاعي كان فوق الممتاز، فوق الممتاز. ربما أحسن أداء دفاعي في تاريخ كرة السلة المصرية من يوم ما اتعملت، بقى لها 70-80 سنة ما شفتش أداء دفاعي أجمل من اللي اتعمل امبارح من بنات الأهلي. الله أكبر على مديرنا الفني طارق خيري، الله أكبر على بناتنا المصريات نادين سلعاوي ورنيم الجداوي وميرال أشرف ودينا عمرو وريم موسى وتمر السيد ويارا أسامة وفريدة وائل. الله أكبر على الرباعي المحترفات، 2 سنغاليات و2 أمريكيات، بريانا ونديوما وديايشا وسيني. ما شاء الله عليهم. فريق يفرح. بناتنا من أجمل ما يكون في كل شيء. الله أكبر الله أكبر. النهارده اول تدريب للنادي الاهلي في ملعب فرعي في قطر بعد ما وصلنا امبارح بالسلامه. النهارده الاهلي هيتفرج على ماتش باتشوكا وبوتافوجو الساعه 7 مساء في ملعب 974 في قطر. هيديره الحكم الهولندي ماكليلي. الفائز هياخد كاس الامريكيتين، والفائز هيطلع يلاعب الاهلي يوم 14 يوم السبت في نصف نهائي كأس أندية العالم انتر كونتيننتال على كأس التحدي، والكسبان هيلاعب ريال مدريد. نروح لأهم خبر النهاردة، الخبر اللي يضحكنا كلنا. جوميز البرتغالي المدير الفني للزمالك طفش. يا ترى مين السبب؟ فكر كزملكاوي، ما تفكرش كعاقل. فكر كزملكاوي. الأهلي السبب، ده كوبري عشان جوميز يطلع من الزمالك على الفتح السعودي ويرجع على الأهلي مكان كولر. فكر كزملكاوي. غالبا مين اللي ورا الموضوع ده؟ غالبا شلة الجونة. لا لا لا، مش شلة الجونة، مصطفى مراد فهمي. ولا مصطفى مراد ولا فهمي ولا فهمي. غالبا الكاف الاتحاد الافريقي ظلم الزمالك، او الاتحاد الدولي ظلم الزمالك. فكر بعقلهم، اوعى تفكر كانسان عاقل. لا، غالبا زي ما بيقولوا الخفيف السنسور مش مظبوط شويه. غالبا في حرب ضخمه على نادي الزمالك بتشارك فيها السعوديه مع مصر في كره القدم. غالبا وزارة الشباب هي اللي بوظت الدنيا لما حلت مجلس الإدارة بتاع الزمالك بتاع مرتضى منصور. فكر كزملكاوي، دور معايا على سبب لهروب جوميز. اضحك معايا، لأن ابن المندوه الحسيني اللي ماسك أمين صندوق الزمالك امبارح كان عامل موضوع ضخم جدا، حوار كبير في موقع كورة، الموقع الزملكاوي البشع. كان عنوان الحوار إيه؟ كان عنوانه جميل جدا: قررنا تجديد التعاقد مع جوميز والعلاقة محترمة وقوية بين الزمالك وبين جوميز. الله أكبر. على فكرة ده المدرب نمرة 11 اللي يطفش من الزمالك في آخر 10 سنين. بس اوعى تبقى قلقان كزملكاوي. ليه؟ لأن 4 منهم رجعوا. يطفش ويسيب الزمالك ويعمل اللي عمله ده، يدي القفا البشع ويرجع الزمالك مطاطي براسه كده لتحت، يعني معرض قفاه كده زي الفل، ويقول له تعالى. عملوا كده مع هنري ميشيل لما سابهم، عملوا كده مع كارتيرون لما سابهم، عملوا كده مع فريرا لما سابهم مرتين مش مرة، عملوا كده مع باتشيكو. فما تستغربش، ممكن جوميز يرجع عادي جدا جدا جدا.
بس اللي يزعلك بقى ان جوميز سايب الزمالك، اكبر قلعه، اكبر واحده قلعه في مصر في الرياضه، عشان يروح يدرب مين؟ الفتح السعودي، اللي هو ترتيبه كام؟ الاخير في الدوري السعودي. يعني سايب اكبر قلعه في مصر، سايب بطل ابطال افريقيا وبطل السوبر وي 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 عشان يدرب الاخير في الدوري السعودي. ايه ده؟ ايه ده؟ هي القلعه مالها؟ هي القلعه خلاص بقت مهانه لهذا الحد؟ المدرب بتاعها يسيبها عشان يدرب الاخير في الدوري السعودي؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟ ايه اللي حصل للقلعه؟ ده ثالث مدرب للفتح السنه دي على فكره، كان معاهم بليتش في الاول ومشوه جابوا جوستافسون السويدي وهم جايبينه، وجوميز ده ثالث نادي هيدربه في السعوديه بعد ما درب التعاون والاهلي. لكن الزمالك مش هيسيب جوميز بالسهل. ليه؟ تعالى يا حبيب قلبي، انت ليك 3 شهور عندنا. كلام جميل، 3 شهور يعني حوالي 200,000 دولار. ادي ال 200,000 دولار، وخد كمان 4 شهور مقدم. ومش مرتب ده، لا ده هنزود لك المرتب، هنزود لك المرتب، هتاخد 100,000 دولار في الشهر. انت كنت بتاخد 65 عشان تقعد معانا وتكمل وما تروحش السعودية، هنديك 100,000 دولار في الشهر. يبقى 100,000 دولار في 4 بكام؟ ب 400,000 مقدم. وعندك 200,000 من اللي فات، خد 600,000 شيك ب 600,000 دولار النهارده، روح اصرفه وروح حطه في حسابك واقعد معانا في الزمالك، وما تفرحش فينا حد ولا تفرح الاهلاويه. خليكم فاكرين امبارح كان عنواني ايه في الحلقه المسائيه؟ بوادر تمرد في الزمالك. ده كان عنوان ما فيش، وقلت لكم ان اللعيبه ما خدتش فلوس بقى لها 4 شهور، الا زيزو والمسلوسي والجزيري، والمدرب بقى له كمان 3 شهور ما خدش فلوس. لكن جوميز مش سهل، برتغالي مش سهل ابدا ابدا ابدا. ليه مرتب عند الزمالك 3 شهور، وطالما المرتب عند الزمالك اتاخر 3 شهور يبقى من حقه يفسخ العقد على طول في ثانيه، يبعت للفيفا يقول لهم انا ما خدتش فلوس بقالي 3 شهور، ويفسخ من طرف واحد ويمشي ويروح اي نادي تاني. ومش بس يعمل كده، لا ده كمان بعد ما يعمل كده يرفع قضيه على الزمالك، ياخد العقد كله لغايه 30 يونيو اللي جاي اخر موعد. لكن جوميز مؤدب الحقيقه وحابب الزمالك، قال لهم بصوا احنا نمشي بالمعروف زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ليا 3 شهور عندكم، والشرط الجزائي بيني وبينكم لو سبتكم كده ادفع 3 شهور، فال3 شهور دول قصاد ال3 شهور دول، ويا دار ما دخلك شر، وروحوا دوروا لكم على محمد صلاح او طارق يحيى يدربكم تاني، او معتمد جمال. وسابهم ومشي. والزمالك دلوقتي في مجلس اداره منعقد، عايزين يزودوا له فلوسه باي طريقه، بس ما يتعرضوش للموقف الكامل. جوميز كده ما كملش مع الزمالك سنه، ده لسه جايلهم في فبراير اللي فات، احنا في ديسمبر، يعني تقريبا الا 10 شهور، ما كملش 10 شهور. قبليه اللي كان اوسوريو الكولومبي برضو ما كانش كمل 10 شهور، واللي قبليه برضو ما كملش 8 شهور. وده هو ده الزمالك على فكره. احنا في سنه 2024، عارفين من 2014 ل 2024 يعني 10 سنين، 10 سنين كم مدرب درب نادي الزمالك؟ قول 10 15 20 لا 25 لا 30 لا 35 لا 36 مدرب دربوا نادي الزمالك في اخر 10 سنين. منهم اللي اتكرر اكتر من مره، فيريرا 3 مرات، وهنا وكارتيرون مرتين، وباتشيكو مرتين، وعادي جدا 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 يتكرروا مرتين عادي، ما فيش جديد عند نادي الزمالك. وطبعا الباقيين مصريين انما الزمالك خلاص هيدور على مدرب مصري مؤقت لغايه ما يشوف مدرب اجنبي. عندهم بقى حلمي طولان ومحمد صلاح ومحمد حلمي وطارق يحيى وميدو واحمد عيد عبد الملك، عندهم اسامه نبيه وايمن عبد العزيز وسامي الشيشيني وطارق مصطفى، عندهم مؤمن سليمان وخالد جلال، عندهم جيش قاعد على الدكه مستني اشاره يرمي اللي في ايده ويروح يدرب نادي الزمالك. الله اكبر الله. السنه دي اللي هي سنه 24 او موسم 24 25 بدا بجوميز، وادي احنا هنشوف مدرب تاني يبقى مؤقت ومدرب ثالث ورابع، لسه الموسم في اوله الحمد لله. السنه اللي فاتت دربهم 4 مدربين، دربهم اوسوريو ومعتمد جمال وجوميز و3 مدربين. السنه اللي قبلها دربهم 4 مدربين، فيريرا واسامه نبيه وباتشيكو واوسوريو، وهكذا يعني الحمد لله.
الزمالك عنده يوم الاحد على طول بعد 4 ايام ماتش المصري في برج العرب في الكونفدراليه المرحله الثالثه في البطوله. تخيلوا اللي ديونهم زائد 3 مليار، اللي ما دفعوش فلوس اللعيبه في اخر 4 شهور، اللي ناصبين على نص مدربي ولاعبي الاجانب اللي لعبوا لهم، عارضين على جوميز 600 ألف دولار شيك مقبول الدفع يحطه في حسابه عشان يقعد معاهم. لكن جوميز خلاص مع الفتح السعودي، واخد معاه كل الجهاز الفني، حتى احمد مجدي الزملكاوي واخده معاه، وخلاص الموضوع انتهى عند نادي الزمالك. وبعدين يرجعوا يقولوا اكبر قلعة رياضية في مصر. في كرة السلة، بعد ما كسبنا الجزيرة امبارح في مباراة اقرب الى العركة 84-72، وبعد ما الشباب المرتبط كسب الجزيرة برضه، فبقى الاهلي كسبان الجزيرة 4-0، 2 كبار و2 شباب. هيقابل الزمالك اللي كسب الاتصالات. الموسم ده بأمانة الزمالك أقوى كتير قوي من الموسم اللي فات، لكن اتحاد كرة السلة عمرو مصلحي واللي معاه عارفين يعملوا ايه عشان يوقفوا النادي الاهلي. المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك في برج العرب يوم ايه؟ يوم 14. طب ايه المشكلة؟ لا يا حبيبي، ده يوم 14 الأهلي بيلعب مباراة كأس التحدي مع بطل الأمريكتين. مفيش أهلاوي مش هيسيب التلفزيون عشان يتفرج على أهلي وكأس التحدي. محدش أهلاوي هيروح ماتش الأهلي والزمالك كرة سلة في نصف نهائي الدوري المرتبط، معمولة بكل دقة. ليه مش يوم 13؟ ليه مش يوم 15؟ طب ما تلعبوا 15 و17، ليه 14 و16؟ اتمنى من اداره الاهلي تقدم طلب رسمي للاتحاد المصري لكره السله لتعديل الموعد ل 15 و17 بدل 14 و16، خصوصا ان اتحاد كره السله نفسه كان اعلن ان المباريات هتقام 14 15 16 17. نلعب 15 و17، والمباريات دي نادرا ان يبقى فيها مباراه فاصله، لان بتتحسب بفارق النقط، وعشان الفرقتين يتعادلوا فرق النقط قليل قوي، نسبه ما تزيدش عن ربع في الالف او اقل من كده. منتظرين هشوفوا يعملوا ايه. هم عايزين يخلوا المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي المرتبط كلها يحضرها جمهور زمالك، وفاتحين الملعب ل1000 زملكاوي و1000 أهلاوي. لكن طبعا ال1000 أهلاوي هنجيبوهم منين إذا كان للأسف المباراة بتتعارض مع ماتش الأهلي لكرة القدم في كأس أندية العالم. نقفل مع ريال مدريد وفوز للتاريخ على أتلانتا الإيطالي في برجامو في الشامبيونز ليج 3-2. أتلانتا ما خسرش ولا ماتش في البطولة، ما خسرش ولا ماتش في ملعبه في إيطاليا. أتلانتا متصدر الدوري الإيطالي، وإذا بريال مدريد يروح في عقر داره في الشامبيونز ليج ويكسبوا 3-2. طبعا نتائج ريال مدريد في الشامبيونز ليج السنة دي مش كويسة، عنده يا دوب 9 نقط من 6 ماتشات، يعني كسبان 3 ومتعادل وخسران 3. انما كونه كسب امبارح خلاص بقى عنده 9 نقط، فاضل ماتشين، يبقى مؤكد هيكون في الدور المقبل في التصفيات، لان الدور المقبل هيكون بين 8 فرق بيحتلوا المراكز من 9 ل 16، و8 فرق بيحتلوا المراكز من 17 غالبا من 1 ل8 يتأهلوا مباشرة بدون لعب، ومن 9 ل 16 8 ويقابلوا ال8 اللي وراهم، واخر 8 يبقوا بره. فريال مدريد خلاص ضمن انه يلعب الدور المقبل ان شاء الله، حتى لو خسر الماتشين اللي جايين. ماتش اتلانتا وريال مدريد امبارح اداروا الحكم البولندي الشهير جدا مارشينياك، احسن حكم في العالم، اللي ادار ماتش الاهلي وبيراميدز اللي الاهلي كسبوا 3-0 في الدوري في يناير قبل اللي فات. في الدقيقه 10 مبابي استلام خرافي، استلام بلفه بدوران بانفراد بجول جميل ما شاء الله. بعد كده مبابي نفسه ضيع انفراد سهل جدا، بعد كده مبابي نفسه اصيب واستبدل برودريجو في الدقيقه 45 او الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضيع في الشوط الاول. الحكم مارشينياك احتسب بينالتي في منتهى السرعه، في منتهى الحزم، في منتهى الدقه. الله اكبر على الحكم لا يكون ممتاز. لعيبه ريال مدريد ولا واحد اعترض، بينالتي فريق اتلانتا تعادل منه 1-1. الشوط الثاني بعد ما كورتوا عمل اكتر من انقاذ ما شاء الله،
فينيسيوس جونيور البرازيلي سجل الهدف الثاني لريال مدريد من خطأ دفاعي بشع لفريق اتلانتا. لاعب من المدافعين اعطاه الكره لفينيسيوس المنفرد المتسلل، بس خلاص جايه له من مدافع سهله جدا، هو اللي لعبها مش خبطه فيه. فتقدم ريال مدريد 2-1، وبعدين بيلينجهام بمجهود فردي رائع سجل الثالث. ورغم ان فريق اتلانتا رجع للمباراه بجول في الدقيقه 65 على الجول اللي جابه فريق اتلانتا الثاني شديد الشبه بالجول اللي جابه حسين الشحات في صن داونز يوم ما تعادلنا 2-2 في القاهره. في الدقيقه 94 فريق اتلانتا ضيع انفراد، واللاعب هو والشبكه حطها فوق العارضه. في نفس البطوله فريق انتر ميلان الايطالي، كان يوم سيء للايطاليين. فريق انتر ميلان كان بيلعب في المانيا مع باير ليفركوزن بطل الدوري الالماني، خسر 1-0. اول جول يدخل في انتر ميلان في البطوله دي السنه دي، يعني بعد ما لعب 5 ماتشات ما دخلش فيه ولا جول، ده اول جول يدخل فيه. واللي يزعده ايه؟ انه قضيه ممكن، لانه جه في الدقيقه 90 بعد ما كان الماتش رايح ل0-0. بس للامانه باير ليفركوزن عمل فيهم كل حاجه، وضيع حوالي 7-8 فرص سهله جدا، والحارس عمل كل حاجه. لكن في النهايه العدل هو اللي ساد، وعداله السماء نزلت على ملعب فريق ليفركوزن عشان يكسب 1-0. في اسبانيا جيرونا كان مستضيف محمد صلاح، كان مستضيف ليفربول، وليفربول هو محمد صلاح، ودايما محمد صلاح هو اللي مكسبهم. محمد صلاح سجل هدف المباراه الوحيد من ضربه جزاء في الدقيقه 63، وليفربول كسب 1-0. وبكده ليفربول بقى كسبان 6 من 6، 18 نقطه. اللي وراه عنده فرق 5 نقط ما شاء الله على ليفربول. غالبا هيطلع اول المجموعه، هو الثمانيه الاوائل يتاهلوا مباشره. اول فريق يضمن انه يتاهل مباشره هو ليفربول. الجول ده هو الجول نمرة 50 لمحمد صلاح في الشامبيونز ليج، وطاب صباحه.